4 اخوات قرروا ان هم يبحثوا على اثار عندهم في البيت. عزموا النية وقرروا في اليوم الموعود بدأوا ينجبوا في البيت على اثار، ونزلوا لعمق كبير في الارض. اللي خلاهم نزلوا وكملوا العمق الكبير اللي هقول لكم عليه ده كتر الدلالات اللي كان بيلاقوها وهم بيبحثوا. كل ما يبحثوا يلاقوا علامة او دليل الحماس يدب فيهم لحد ما وصلوا 30 متر تحت الارض. واكبر دليل واكبر علامة خلاص خلتهم ان هم يعرفوا ان هم وصلوا لما وصلوا لدرج السلم. لما وصلوا لدرج السلم صمم ان هم لازم يخلصوا الموضوع الليلة دي، وما عملوش حساب اللي جاي. كشفوا اول درجة وتاني درجة وتالت درجة، بصوا لقيوا المية بدأت تكتر عليهم شمال ويمين، مفيش فايدة. المهم برضو ال4 اخوات ما اقتنعوش ان العملية صعبة، قالوا هنوصل. فضلوا يسحبوا في المية وجابوا عدد وجابوا الدنيا، وصلوا خلاص لحيطة. قالوا بس هي الحيطة دي هنفتح ونخش وخلاص الدنيا ضحكت لنا. فتحوا الحيطة، وبعد ما دخلوا لقيوا أوضة كبيرة. الأوضة خالية من أي آثار أو ذهب، لكن لقيوا حاجة مهمة جدا. لقيوا زي كده عمود في نص الأوضة، وعليه حاجة كده مايلة وعليها ورقة كبيرة. أخوهم اللي كان معاهم الكبير وكان سبب ان هم اصلا يبحثوا في الموضوع ده كان اصلا بيعرف يقرأ لغة الفراعنة. جرى على الورقة دي ومسكها، لقاها بردية ومكتوبة بالهيروغليفي. جرى وراح مترجمها. مكتوب فيها: طمعانجي بناله بيت فلزنجي سكنله فيه، اطلع يا كلب يا ابن الكلب منك ليه. وبس على كده.